وسمعوا المكر ديال إدارة الأهلي المصري كيفاش بغاو يلبسوا التهمة لجمهور الجيش الملكي غير باش يهربوا من عقوبات الكاف ويضمنوا التيران عامر قدام سان داونز. الحرب دابا نوضاتها إدارة الأهلي المصري ماشي في التيران ولكن في الكواليس ديال الكاف. الغرض باين وواضح، خايفين يلعبوا الربع نهائي ضد سان داونز بلا جمهور، ولهذا بداو كينشروا بلاغات كيحاولوا فيها يمسحوا الكابة في جمهور العسكر. الخلاصة ديال هذا الفيلم كامل هي أن الإعلام المصري ضاغط بكل قوته، وبلاغ الأهلي الأخير كان فيه تلاعب كبير بالمفردات. قال لك أسيدي جمهور الجيش اللي حضر في ماتش الإياب هو اللي تسبب في الفوضى وحاول يقتحم المدرجات، وصوروا دوك الشوهة ديال القراعي اللي تلاحوا في التيران على أساس أنها غير بعض زجاجات المياه ورد فعل بسيط. الغريب هو كيفاش خلطوا الماتش ديال الذهاب مع الإياب ونساو باللي الجيش الملكي ديجا تعاقب ولعب 2 ماتشات بلا جمهور، والحمد لله جاب فيهم 6 نقاط وتأهل لربع النهائي بذكاء وقوة. الأهلي دابا كيدير فيها المتهم اللي ما عندوش سوابق باش الكاف تخفف عليه العقوبة، وكيحاولوا يصوروا راسهم ضحايا قدام لجنة الانضباط. واخا البلاغ ديالهم فيه ديك الهضرة ديال العلاقات المتينة والشقاء، ولكن الواقع كيبين باللي كاين مكر وتخطيط باش يظلموا جمهور الجيش الملكي. حنا ولينا كنتوقعوا أي حاجة من هاد الجهاز الفاسد ديال الكاف، ولكن الصراحة هاد الشي اللي كنشوف